السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عناية. اليوم غادي نهضروا على الكسل اللي كنا كنعرفوه وكنعيشوه. هو احساس ثقيل اللي كيشدنا من رجلينا، كيخلينا نأجلو كلشي ونغفلو على بزاف ديال الحاجات، كنبقاو بلا حركة. كنسميوه بالكسل، ولكن واش فعلا هو كسل عادي ولا رسالة خفية من جسدنا؟ في هذه الحلقة غادي نغوصوا في الأعماق ديال هذا الشعور ونفهموا علاش كنحسوا بالكسل وشنو نقدروا نديرو باش نفيقوا منه، ولكن بلا ما نضغطوا على راسنا. الكسل ماشي دائما علامة على قلة المسؤولية وعدم الاهتمام، هو ردة فعل الجسم وعقل كيعانيو من التعب وضغط وفقدان الشغف. كل مرة كنقول غادي نبدا، ولكن في كل مرة كنأجل والمهام كتراكم علينا وحنا كنحسو بالإحباط أكثر. الكسل ماشي حاجة جات من فراغ، ولكن كاينين بزاف د الأسباب اللي كتخلينا نحسو بهذا الشعور. ممكن يجيك غير من الضغط النفسي اللي كتمارسي على نفسك كل نهار، تقارني نفسك بالآخرين، وهذاك أكبر خطأ تقدري ديريه في حق نفسك. تحطي أهداف كبيرة انتي في هذه المرحلة ما قادراش تحققيهم، بهكا تكوني كتمارسي الضغط على راسك، وهذا الشيء ماشي من مصلحتك. وحتى كيساهم من الخوف انك كتخافي من الفشل، اللي حتى هو احد اسباب الشعور بالكسل. العياء الجسدي، وما ادراك ما العياء الجسدي، عدم اخذ قسط من النوم الكافي، حيث ممكن الجسد ديالك يحبس في اي لحظة. حيث الكسل ماشي غير خمول، ولكن راه ارهاق نفسي شديد. الا عرفتي انك كسولة، قلبي على الحل، قلبي على الحل المناسب، حيث العمر قصير، ما غاديش ندوزوه في بحال هاد الاشياء. نقضي نفسك بدون مساعدة. سولي راسك، واش انا عيانة جسديا؟ واش ما عنديش هدف واضح؟ واش خايفة من النتيجة؟ عارفي السبب الحقيقي اللي خلاك تعاني، حيت في هذه النقطة أتعرفي أول خطوة لعلاجك. بداي بأشياء بسيطة من دارك، عوض ما تقولي غادي نجمع الدار كاملة وتحسي بالفشل غير من مجرد التفكير في الأمر. من الأحسن تقسمي المهام. الدار كاملة راها كتبان بزاف وما تقدريش تكملي هذا الإنجاز، وبهكا غادي تحبطي وتحسي بالفشل. ولكن بالعكس، لا قسمتيه وبديتي غير من سريرك غتفرحي بزاف، حيت الانجازات الصغيره هي اللي غادي تحفزك تكملي ما هو اكثر. ديري تحدي بينك وبين نفسك انك تكملي شي مهام في 5 دقائق. كوني على يقين انه واخا دوز 5 دقائق وتلقاك مازال ما كملتيش المهام، غيكون عندك الشغف انك تكملي. غيري الروتين، فتحي الشراج من يدخل الضوء والهواء، دوشي فطري في الصاله اللي ديما كتكون غير للضياف. انتي ونفسيتك احسن من 1000 ضيف. نفسك اولا، اعتني براسك، كولي مزيان، نعسي مزيان، سامحي نفسك. الا داز نهارك كسول، راه ماشي نهاية العالم، غدا فرصة جديدة. ماشي كل نهار خاصنا نكونوا دايرين بزاف ديال الحاجات ويكون النهار ديالنا انتاجي. الراحة راه حتى هي شجاعة. الكسل ماشي عيب، ولكن الاستسلام هو اللي كيخلينا نضيعوا ايامنا. سميه ركود، سميه هدنة مؤقتة، ولكن ما تخليش يكون هو المتحكم في حياتك. بداي ولو بخطوة صغيرة بزاف، راها خطوة أفضل من والو. هاد الدقيقة اللي كتسمعي فيها البودكاست تقدر تكون بداية جديدة. خودي نفس وخودي قرار بسيط، نوضي وديري حاجة وحدة اليوم، راها كافية. شكرا لأنك وصلتي معايا لهاد اللحظة. إلا وصلتي حتى لهنا، خلي هاد القليب الزوين بحالك، وما تنسيش الكسل ماشي عدوك، ولكن خليك ديما أقوى منه. كنت معكم أنا طه، إلى اللقاء في حلقة جديدة ودفء جديد. سلام عليك.